الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي، النهاردة هنعمل معاكم سر من أسرار عربيات الفول اللي بتبقى في الشارع عندنا. عربيات الفول المصرية. هنعمل 4 أزايز اللي هي فيهم سر وطعامة الفول المصري. ماشي. أول إزازة هنعملها هنجيب طحينة خام بالكمية اللي قدامكم دي زي كده عشان تملأ إزازة معانا. ماشي. وهنخفها بزيت، كمية زيت كتير زي ما حضراتكم شايفين كده. ماشي. ونضرب الطحينة دي مع الزيت. احنا هنخف الطحينة اللي هو هنخف القوام بتاعها التقيل، هنخفه بالزيت. ماشي زي ما حضراتكم شايفين كده. نزود زيت تاني. وبعد كده هنضيف شوية خل أبيض. وبالمضرب ونضرب الايه الكمية بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده. ونحط شوية فلفل أبيض، ونحط شوية ملح، مش هنكتر ملح، بحيث ان احنا لما نيجي نحط الطحينة دي على الفول ممكن الفول يكون فيه ملح. ماشي. ساعتها بقى نظبط الملح ده إيه زي ما احنا عايزين. وعندنا اي ازازة فاضية تمام بنجيبها وبنعبي فيها الايه الطحينة بتاعتنا ونسيبها كده وبعد كده نيجي نحط منها ايه كل ما نحتاج هناكل فول بنحط منها على الفول. اتعبت معانا الازازة بالشكل ده. هنيجي بقى نعمل الازازة التانية وهي الدقة. تمام. طبعا الدقة دي حاجة كده ايه، يعني اختراع، يعني حاجة كده لازم تجربوها. ماشي. معانا التوم، حطينا التوم وبابريكا، كزبرة ناشفة، وهنحط وحطينا الكمون. ماشي. وشوية شطة وفلفل أبيض. يبقى التوم، فلفل أبيض، البابريكا، كمون، الشطة، وهنحط شوية ملح ونحط الزيت. طبعا احنا بنعمل كمية على قد الإزازة بتاعتنا. ماشي. والدقة دي يعني ايه اخرها تقعد معانا مثلا يوم او يومين، ما تقعدش كتير علشان التوم اللي فيها. او ممكن بعد ما نعملها تمام نحطها في التلاجة. بنضيف الملح بتاعنا. بقت معانا بالشكل الجميل ده اللي حضراتكم شايفينه. وطبعا ايه الطعم بقى حكاية، يعني الطعم حاجة مختلفة كده هتخلي طبق الفول حاجة تانية. تمام. وبنضيف شوية عصير ليمون. وبنجيب الإزازة التانية وبنفضي فيها الايه الدقة بتاعتنا. اتملت معانا الإزازة بقت بالشكل ده كده. الكام ازازة دول هيخلوا الفول ليه طعم تاني، هيغيروا مفهوم الفول عند الناس. الازازة التالتة هي هنجيب طحينة وهنخفها بخل. تمام. مش كتير زي ما حضراتكم شفتوا كده كمية الخل، ولو احتاجنا ممكن نزود تاني ونحط شوية مية. يبقى الطحينة والخل والمية، ونخليها ايه يكون قوامها خفيف. وبندي شوية عصير ليمون. طبعا هي مع الخل والمية لونها فاتح الطحينة. وهنحط بقى ايه مع شوية بابريكا كده كتير، نزود بابريكا بحيث ان تخلي اللون بتاعها احمر، يميل للحمار. وشوية هوت صوص خفيف كده.
يفضل هوت صوص. لو مفيش هوت صوص ممكن ندي شوية شطة، وممكن ما نديش ولا شطة. يعني الناس اللي ما بتحبش حاجة حارة ما تحطش ولا هوت صوص ولا شطة. لو مفيش هوت صوص بنحط شوية شطة ونحط شوية ملح، تبقى معانا باللون ده. لو احتاجت بابريكا تاني عشان نوصلها اللون ده عادي نضيفه بابريكا تاني، مفيش مشكلة. وبنعبي الإزازة التالتة بتاعتنا. كده عبينا الإزازة التالتة. طبعا الطعم جميل جدا يعني. هنيجي بقى نعمل الإزازة الرابعة معانا وهي الزيت. طيب الزيت ده احنا هنعمله حاجة جديدة كده، هي حاجة يعني إن شاء الله هي أول مرة تتعمل. هنطعم الزيت بتاعنا ده، هنحط فيه فليفر. تمام. هنجيب توم وبصل نقطعه كده تقطيع، أي تقطيع، وكم زيتونة خضراء. تمام. بإيدينا كده إيه، آه نضغطها بإيدينا كده. وفي طاسة على النار هنحط كمية الزيت اللي احنا عايزينها للإزازة، اللي هي على قد الإزازة. تمام. نسيب الزيت يسخن، نحط البصل والثوم والزيتون، نحطهم في الزيت على طول، ونسيبهم بقى ايه يسخنوا وياخدوا ايه، يسخنوا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بس ما نخليهاش على النار بحيث ان البصلة ما تحمرش مننا، عايزينها تطلع بلونها كده البصلة. ماشي. ونسيبهم لحد ما يبردوا خالص. البصل والثوم بقى هيطلع الطعم بتاعهم في الزيت. فالزيت ده أصبح الزيت ده عندنا بقى مطعم بالبصل والثوم والزيتون. ماشي. طبعا احنا سيبناها بعد ما برد خالص، هنيجي بقى نزود شوية زيت زيتون صغيرين عليه، وصفيناه من الحاجات البصل والثوم. اتعبت معانا الأربع أزاز بقوا بالشكل ده كده. تمام. حاجة اختراع، حاجة ده سر من أسرار العربيات الفول في الشارع. وبقى أنا معانا طبق الفول بقى بالشكل ده.